طيب القلب يدعى فتاح. كان فتاح يعيش في بيت قديم متهالك، يرتدي ثيابا بسيطة لا تقيه برد الشتاء القارس، ورغم ضيق حاله وقسوة الأيام عليه إلا أن قلبه كان يتسع للكون كله. في ليلة شتية والرياح تعصف والأمطار تتساقط بغزارة، سمع فتاح مواء ضعيفا عند بابه، فتح الباب ليجد قطة صغيرة هزيلة ومرتعشة من البرد والمرض. لم يتردد فتاح لحظة، حملها بين يديه الحانيتين وأطعمها من القليل الذي يملكه، وجعل لها ركنا دافئا بجانبه. كان الناس في القرية يمرون من أمام بيته ويضحكون ساخرين. انظروا إلى فتاح الفقير، لا يجد قوة لنفسه ويطعم قطة. لكن فتاحا لم يكن يبالي بسخريتهم، فكان يبتسم ويقول في نفسه: الراحمون يرحمهم الرحمن. نقطة التحول: كنز تحت الركام. مرت الأيام والقطة تكبر وتتعافى بفضل رعاية فتاح. وفي يوم من الأيام، وبينما كانت القطة تلعب في زاوية قديمة من البيت، بدأت تحفر وتخربش الأرض بقوة حتى انكشف جزء من جدار قديم خلفه فجوة مخفية. عندما اقترب فتاح ليرى ما الأمر، وجد كنزا مدفونا منذ سنوات طويلة، ذهب وجواهر لم تكن تخطر له على بال. تغيرت حياة فتاح تماما، بنى قصرا عظيما واشترى أجمل الثياب وصار من أغنى رجال المنطقة. تعجب الناس وانبهروا من هذا التحول المفاجئ، لكن فتاح لم يتغير قلبه أبدا. قصر الخير. لم ينس فتاح أيام الفقر، بل جعل قصره مأوى لكل محتاج. كان يقيم الموائد الكبيرة يوميا ويعزم الفقراء والمساكين ويوزع الصدقات يمينا ويسارا، وظلت القطة الوفية تتصدر مجلسه كأعز أصدقائه. الحكمة من القصة: من كان مع الله فالله معه، ومن زرع المعروف حصد الكرم. إن قصة فتاح تعلمنا أن جبر الخواطر حتى مع كائن صغير لا ينطق قد يكون هو المفتاح الذي يفتح لك أبواب السماء. فافعل الخير ولا تنتظر جزاء من الناس، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا.